المهم الاربع شباب دول قرروا ان هم يتحدوا خوفهم وينزلوا السرداب اللي بيقولوا ان هو مسكون بالعفاريت، بس هم عندهم اعتقاد ان هو مليان بالكنوز وبالمجوهرات والفلوس بتاعت الناس الاغنياء اللي كانوا بيستخبوا في السرداب ده لما بيحصل غزو او حرب على البلد بتاعتهم. باب السرداب ده موجود اخر البلد في بيت مهجور، وهم قدروا ان هم يزحزحوا الحجره الكبيره قوي اللي موجوده على الباب دوت، ونزلوا سلم طويل جدا، وهم ماشيين ماسكين لمبات الجاز بتاعتهم، مشوا خطوه اتنين تلاته اربعه، وفجاه نفسهم اتكتم وما بقوش قادرين يتنفسوا. وفي نفس اللحظة الأربع لمبات جاز في نفس اللحظة اتطفت. واحد منهم صرخ وقال عفريت الحقوا، طلعوا يجروا وخدوا ديلهم في اسنانهم. واول ما جد احمد حكى الحكايه دي وخلصها، راح احمد قال له كفايه ان انتوا تحديتوا خوفكم، كفايه ان انتوا عملتوا حاجه مجنونه وما خفتوش. جده قال له تصبح على خير وخلاص والموضوع خلص ودخل ينام، ولكن احمد ما غمضلوش كيف. قعد يفكر ويقول هو انا اترفضت ليه من ابو البنت اللي بحبها، من ابو منى؟ مش عشان هو عايز حد فريد، حد ما حصلش ما فيش منه اتنين؟ طب ما انا ممكن ابقى كده، انا ممكن انزل السرداب وفي الحالة دي هبقى ما حصلتش وهبقى فريد، ويمكن كمان الاقي جواه كنوز كتير وفلوس كتير، وابقى ساعتها راجل غني واقدر اتجوز البنت اللي بحبها. مسك صورة منى وقال لها إذا كان أبوكي مجنون فساعات أنا بكون الجنون ذات نفسه. هو كان فاكر إن محدش بيسمعه وإنه بيكلم نفسه، بس الحقيقة إن جده كان واقف على باب أوضته وبيسمعه. ما استغربش قوي لأنه كان عارف إن الحكاية دي هتحصل أو كان متوقع. ونام خالد. صحى الصبح راح يفطر مع جده، وهما بيفطروا كده راح قال له بقول لك ايه يا عبدو، تزعل لو انا سبتك وسافرت؟ راح قال له تسافر تروح فين؟ قال له هسافر بس كده شويه صغيرين وهرجع لك على طول. قال له عايز تسافر ولا تنزل السرداب؟ قال له سرداب؟ تعرفت اقصد سرداب ايه اصلا؟ انت بتقول ايه يا سيدي؟ انت لا انا بتكلم في حاجه تانية، بتكلم على الشغل. راح قال له لا انت قصدك على السرداب، انا عارف انت تقصد ايه وعارف انت بتفكر في ايه. المهم قعد احمد يلف ويدور على جده، وجده مصمم ان هو عايز ينزل السرداب. المهم راح جده قال له انا همنعك علشان انت فاكر ان الموضوع سهل. هو انت عارف ان ابوك نزل السرداب؟ قال له ابويا انا نزل السرداب؟ قال له اه، ومش لوحده، خد امك كمان معاه. كانوا فاكرين برضو ان هي رحله يوم يومين تلاتة اربعة وهيرجعوا عادي يعني. اليوم بقى اسبوع والاسبوع بقى شهر والشهور بقت سنين، ما رجعوش. كنت انت ابن سنتين، سابوك معايا عشان كانوا فاكرين ان هي رحله صغيره وراجعين تاني، رايحين يدوروا على الكنز عشان يبقوا اغنياء ويرجعوا يعيشونا احسن عيشه. بس ده ما حصلش. البلد كلها عرفت ان هما ماتوا في حادثه، والبلد كلها بتحمد ربنا انك ما كنتش معاهم في الحادثه، بس ما حدش يعرف. انت عايز تنزل ليه؟ قال له عشان اتجوز منى، عشان خاطر ابوها كل شويه يقول عليا فاشل. انا عايزه اثبت له ان انا مفيش مني، ان انا شخص قوي وفريد من نوعي واقدر اعمل اي حاجه عشان خاطره. تضحكش على نفسك، انت مش عايز تنزل عشان منى. طب ولو منى اتجوزت النهارده هتنزل برضو السرداب؟ انت عايز تنزل علشان الطبيعه البشريه، عايز تنزل عشان الكنوز، عشان الثوره، عشان الفلوس. المهم قعدوا ياخدوا ويدوا. قام احمد وهو مصدوم من كل الكلام اللي سمعه، واول الحاجات اللي اتصدم فيها ان ابوه وامه ما ماتوش في حادثه زي ما هو كان فاكر. دول ماتوا او ما وصلوش من السرداب او ما رجعوش من السرداب، هو ما يعرفش ايه اللي حصل له. وراح يقابل منى زي كل يوم في الكليه، بس وهو ماشي وطول الطريق بيفكر هو بجد عايز ينزل عشان بيحب منى، ولا عايز ينزل عشان يلاقي الكنوز وعشان الطبيعه البشريه اللي بتدفعه ان هو يستكشف ويعرف ايه اللي في السرداب. راح احمد قابل منى زي كل يوم، واول ما شافها قلبه رفرف، بس المره دي هي اللي صدمته. قالت له انا مش عارفه اقول لك ايه، انا بابا اتغير. قال لها اتغير؟ يعني ايه اتغير؟ قالت له تقدم لي دكتور، وكنت عارفه انه كده كده هيرفض زي كل مره. اتفاجئت ان هو وافق. وافق على دكتور؟
وافق على واحد عادي مش خارق ولا حاجة؟ ده واضح ان المشكلة معايا انا، مش مع فكرة الجواز اصلا. قعدت منى تتكلم وتبرر وتقول وهو ولا سمعها، كأنه مش شايفها، وعمال يفكر في السرداب وفي منى، ايه كل الحاجات دي. بعدين فجأة قطعته وقالت له طب انا لازم امشي علشان ما تأخرش على بابا. شاور لها وقال لها امشي، والأول مرة ما بيوصلهاش. وتكمل الليلة أكتر وموبايله يرن يرد عليه يلاقي صاحب الشغل بيهزقه وبيقول له أنت ازاي ما تجيش النهاردة؟ قال له اعتبرني استقلت، يلا أنا مش هاجي الشغل ده تاني. في اللحظة دي أحمد بيقرر إنه لازم ينزل السرداب. بيرجع على بيته وبيقف عند باب أوضة جده وبيدخل وبيقول له أنا قررت، أنت قلت لي إن عندك معلومات عن السرداب، بعد إذنك احكي لي عنه أكتر. جده قال له خلاص، مش خايف إنك ما ترجعش؟ مش خايف إنك تموت؟ قال له مش خايف، أنا لو خايف على حاجة بجد هبقى خايف عليك أنت عشان ما سيبكش لوحدك، بس طالما أنت بتشجعني خلاص أنا مش خايف من حاجة. قال له عايز تنزل عشان منى؟ منى راحت مني خلاص، أنا عايز أنزل عشان نفسي، عشان أحس إني عملت حاجة، أبقى فخور بنفسي، عشان في يوم من الأيام ألاقي حاجة أحكيها لولادي، أقول إن أنا بطل، بدل ما أنا شيال في شركة أدوية، أشيل الكرتونة دي أحط الكرتونة دي، ماليش أي لازمة، وأنا في الآخر خريج كلية تجارة وما بشتغلش بشهادتي. وهما بيتكلموا راح جده بص على الباب كده وقال له خليني أعرفك باللي هيساعدك، مجنون السرداب. قال له مجنون السرداب؟ ده الحاج مصطفى صاحبك. قال له أيوه، هو ده مجنون السرداب اللي نزلنا مع بعض من 50 سنة. كان راجل كبير جدا وعجوز، وخالد يعرفه من زمان قوي بس ما كانش يعرف حكاية انه نزل معاه السرداب. الحاج مصطفى كان يعرف معلومات كتير قوي عن السرداب، واحمد كان متشوق قوي، قال له احكي لي، قولي انتوا عملتوا ايه؟ قال له بيني وبينك جدك ما نزلش السرداب اصلا، بس انا مش عايزه اقول لك علشان الصوره الخياليه اللي انت راسمها له دي ما تنهارش في عينك. قال له ايه؟ امال انتوا رحتوا فين؟ قال له احنا نزلنا النفق، النفق اللي بيوصل للسرداب. قال له استنى بس، هو مش اللمض اتطفت وكان فيه عفاريت؟ قال له لا، ما كانش فيه عفاريت ولا حاجه، ده هو كل الحكايه ان النفق ده الاكسجين بيقل فيه قوي، فاللمض كلها اتطفت، وانا شفت خيال حد فيهم فرحت مصرخ وقلت عفريت، راحوا طلعوا يجروا، بس ساعتها انا عرفت ان انا حطيت رجلي على اول الطريق، بس الزمن بقى والعمر وصحتي ما خلونيش اقدر ارجع مره تانية. بس انا هديك كنز، هديك كتاب لواحد نزل السرداب ده من اكتر من 50 سنة وفي كل حاجة فيه. بدأ يقرأ كل حاجة في الكتاب ولقى ان الكتاب دوت بيقول ان السرداب يوم اكتمال القمر بيكون منور وما بيحتاجش اي اضاءة، وانه فعلا الاكسجين بيقل والنفس بيتخنق وكل الاضاءة بتطفي اول ما بتنزل النفق ده، لكن بعد كده الاكسجين بيرجع تاني وكل حاجة بتستقر. بس المشكلة ان الكتاب ده كان 10 ورقات بس، وخلاص بقى اتقطع وباظ من عوامل الزمن. في اللحظة دي قرر أحمد إنه خلاص هينزل السرداب، لما عدته وحاجته وخد الكتاب اللي للأسف مش كامل وبدأ يغادر البلد. كانت الساعة 1 بالليل، مفيش بني آدم في الشارع، شايل شنطته حاطط فيها الأكل اللي هيكفيه كذا يوم ولمبة الجاز وكل حاجة، ورايح على حسب وصف جده للمكان اللي هو رايحه. بمجرد ما خرج بعد حوالي نص ساعة كده، جده قاعد حزين وعمال يفكر ايه اللي هيحصل، فجأة لقى الباب بيخبط، فتح جده بسرعة وقال اكيد احمد رجع تاني وغير رأيه، بس اتفاجئ ان منى هي اللي جت. في ايه يا منى؟ ايه اللي حصل؟ قالت له مش قادرة استنى للصبح، ابويا وافق ان انا اتجوز احمد ومن كتر فرحتي ما قدرتش استنى. في اللحظة دي جده ما كانش قادر يصدق، يعني هو وداه للموت وهو عنده فرحة تانية ممكن يعملها وهيتجوز البنت اللي بيحبها. طب يا ترى هيلحق يقوله، ولا هينزل السرداب، ولا هيموت، ولا هيرجع، ولا ايه اللي هيحصل؟